سلام، واليوم رح نطبخ فطورنا لسابع يوم برمضان. تعالوا معي شوفوا شو رح اعمل. طبعا رح ساوي اليوم صينية خضار. عندي 4 فخدات دجاج، شوفوا هن صغار مو كبار، فحبيت ساوي معهم خضار كرمال هيك يعني يصيروا اكتر. فحطيت فطر، بندورة، بصل وجزر، وكمان هون عم نقشر بطاطا. هاي الخضار صارت جاهزة، البطاطا والفطر والجزر والبندورة والبصل والدجاج والفليفلة كمان. رح نقشر راس توم. المكونات صارت جاهزة. التبلة رح احط فلفل اسود وفليفلة وكزبرة، ورح نحط ثوم. تعالوا نشوف كيف بدنا نعمل الصوص. كنت رح احط دبس بس ما عندي دبس، رح اكتفي بهدول بس. رح نحركهم هيك ونحطهم فوق الخضرة بعد ما نطبقها. قسمنا التبلة بالنص، حطيت شوي هون وشوي هون، وهيك بعد ما طبقتهم انا حطيت فوق الدجاجات، حطيت فوقهم ليه، شوفوا بيطلعوا مقرمشين وغير شكل، وبيعطوا طعم كتير طيب للدجاج. بس بدكم تعملوا جربوا تحطوا فوق ليه. هلا رح نحطهم بالفرن، نشغل الفرن قبل وكتير سخن لازم يكون. بلشت حضر الفتوش. فرمت اول شي بصل، وراح افرم خس، بندوره ونعناع وبصل اخضر البندوره مره ثانيه. وما رح اقلي الخبز قلي، رح اشوي الخبز شوي بالفرن. شوفوا هيك خليها تتحمص بالفرن، يعني رغيف ونص رح احط. وهاي اكلتنا بالفرن قربت تستوي، بسم الله ما شاء الله. هذا الرغيف حمصته بالفرن، حطيت على وشه معلقه زيت، شوفوا صار بشهي. صوص الفتوش حطينا ثوم ونعناع وحمض وزيت زيتون وملح. وهلا راح نحط خبز فوق الفتوش بعد ما حركناه. بشهي القلب والله العظيم. زوجي راح طبخ ملوخيه على طريقته، شوفوا لي اياها واعطوني رايكم بالتعليقات، والجيران بعثوا لنا سكبه. وهلا رح جيب الدجاج من الفرن. لا تنسوا تحطوا لي صور سفرتكم تحت بالتعليقات. هي نتيجة الصينية معلية، شوفوا ما شاء الله بتشهي القلب مع الخضار والفتوش. واللي بده الملوخية على طريقة ابو اكرم يكتب تحت بالتعليقات، هو يبقى بالفيديو الجاي بيعملكم اياها.